القضاء العراقي يكشف حقيقة منتحلة صفة إعلامية صاحبة الاسم المستعار عسل القيسي التي تبين أن اسمها الحقيقي هو بيداء محسن اسكندر الشاهي، والتي تم إدانتها بجريمة التهديد والابتزاز. وهذه الإدانة تأتي البداية لكشف حقيقة هذه المجرمة التي كانت تقوم بجرائم ابتزاز ونصب واحتيال بعدة طرق، مستخدمة صفة إعلامية وكذلك اسم مستعار. القضاء العراقي كشف خلال مراحل التحقيق بواسطة مكتب الأدلة الجنائية عن تسجيلات فيديوية تدين المجرمة عسل القيسي وشركاؤها في جريمة التهديد والابتزاز سيتم الكشف عنها لاحقاً. خلال التحقيقات تبين أن المجرم عسل القيسي يشترك معها في الجرائم محاميين، وثلاثة أشخاص يلعبون أدوار مهمة في الجرائم التي قامت بها. أحدهم موظف في المحكمة تم إدانته من قبل محكمة استئناف الكرخ، والثاني لا زالت الإجراءات القضائية مستمرة بحقه، وهو يعمل موظف بمكتب أحد الوزراء. والشخص الثالث الذي يحمل صفة شيخ عشيرة قريباً سيتم الكشف عن هوية هؤلاء المجرمين.